السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا ملخص فيلم كاستاواي او منبوذ. فيلمنا كيبدا مع تشاك اللي كيكون خدام في شركه فيديكس اللي خدمات الشحن السريع، وكيكون كيخاصم على العمال حيت كيعطلوا على الناس السلعه ديالهم. من بعد كيتصل بخطيبته كيلي وكيقول ليها بلي غيجي للدار في الوقت باش يحتفلوا براس العام مجموعين. من بعد كيتلاقى مع صاحبو سطان وكيعرف منه بلي مرته مريضه بالسرطان، فكيحاول يعاونو وكيعطيه نمره واحد طبيب مزيان. من بعد كيتصل بمرته لكن ما كتجاوبوش، فكيمشي عندها فين خدامه وكيرجعوا للدار وكتكون كاع العائله مجموعه. لكن تشاك كيجي واحد الميساج من الخدمه على قبل شي سلعه خاصو يوصلها ضروري، فكتوصلوا مرته للمطار وكطي واحد المكانه كادو فيها تصويرتها، وحتى هو كيعطي واحد الكادو وطلب منها باش ما تحلوش هنا حتى للدار. من بعد طلع للطياره وشويه لي بيلوت كيتوضروا على مسار الرحله بسبب شي عاصفه وتقطع التواصل ديالهم مع جميع القواعد. شويه كتعرض الطياره لواحد العاصفه قويه، فبدات الطياره طايحه من السماء وهنا كتضرب في البحر وكتغرق الطياره وكاع اللي فيها. فكيبقى تشاك في واحد المركب هوائي في وسط البحر والظلمه والمواج العالي. وفي الصباح فاش فاق لقى راسو في جزيره خاويه ما فيها حتى واحد، وخرجوا معاه شي كراطن ملي كان غادي موصل في الطياره. فكيبقى غادي كيتمشى في الجزيره لعل وعسى يلقى شي واحد. من بعد بدا كيكتب كلمات مساعده لعل وعسى يشوفوا شي واحد ويجي يعاتقو. فكيجي الليل وكيسمع شي اصوات موراه، فبقى ديك الليله مبرزطه وما دوزهاش مزيان. وفي النهار الثاني لقى المال مسح النص من ديك الكلمه اللي كان كتب، فحاول هاد المره يكتبها بشجر باش تكون واضحه لاي طياره غدوز من فوق الجزيره. من بعد بدا كيجمع في الكراطن اللي طاحوا معاه من الطياره. شويه بدا كيطيح عليه الكوب، فبدا كيحاول يهرس واحد الوحده باش يشرب الماء اللي فيها، لكن والو مبغاش تهرس. حتى لواحد اللحظه عاقب البلان فحل واحد الوحده وشرب الماء اللي فيها. من بعد كيصايب واحد الصباط من حوايجو وبدا كيكتشف في الجزيره. فطلع الفوق قمه واحد الجبل، وهنا كيشوف الجثه ديال البيلوط، فهبط كيجري وجروا الجزيره وخدا ليه الصباط ديالو وواحد البيل ومن بعد دفنو. فمن بعد بدا تشاك يتاقلم على الحياه في الجزيره، فولا كيحاول يجمع الماء ديال الشتا في الكوك ويصيد الحوت باش يعيش. واحد النهار في الليل شاف واحد الضوء ديال واحد الباطو بعيد، فشعل البيل اللي عنده وبدا كيغوت بالجهد باش لعل وعسى يشوفوه ويعتقوه، لكن لا حياه لمن ينادي. وفي الصباح هز لي بوي وبدا داخل البحر، لكن امواج البحر كانت قويه فكتوقف في طريقه وكتقلبه هو والبوي ديالو وكيستضرب ليه فخذو مع واحد الصخره. فكيضطر يرجع للجزيره وبدات الشتا كتصب، فكيمشي يتدرك في واحد الكاف ودوز ديك الليله تما. في الصباح فاق وبدا كيحل في دوك الكراطن لعل وعسى يلقى شي حاجه تقدر تفيدو. فكل ما كيلقى هو كاسيت ديال الفيديو وكره ديال الفولي وصباط ديال التزلج. والكرتونه الاخرى اللي بقات كيقرر باش ما يحلهاش. واحد اللحظه بغى يشعل العافيه والو مبغاش تشعل ليه، فكيجرح يدو بالغلط وكيطلع عليه الدم وبدا كيشير باي حاجه كيلقاها حداه. فكيمشي يغسل يديه في البحر وكيلوي عليها واحد الكتانه، وفاش كيتهدن كيشوف الكره اللي حداه كيلقى بلي يدو رسمه تشكل وجه على الكره، فكيدير لها عينين ونيف وفم وكيحطها قدامه وكيبدا يهضر معاها على اساس انها صاحبه. فبدا تاني كيحاول يشعل العافيه، وهاد المره كينجح وكتشعل العافيه وكيكون فرحان. فكيشوي واحد الحوته وكيبدا ياكل فيها هو وصاحبه الكره اللي سماه بويلسون. شويه كيحس تشاك بواحد الدرس عاطيه الصداع، وفي نفس الوقت بدا كيشرح لويلسون بلي الطياره كانت مسافره واحد المسار معين، وبسبب قوه الرياح والعاصفه تلفت على طريقها، وحتى واحد ما غادي يكون عارف حنا فين، واحتمال كبير باللي حتى واحد ما غادي يلقانا. شويه بدا كيحس بديك الدرسه عاطيه الصداع، فقرر يحيدها بالصباط ديال التزلج، ومع حيدها طاح وغيب بالالم. من بعد كدوز 4 سنين وكيكون تشاك تغير 180 درجه وتاقلم على العيشه في الجزيره. واحد النهار كان جالس هو يشوف واحد الباب ديال الطياره اللي يحول البحر، وهنا جاتو فكره باش يستعملو كشراع ويخرج من هالجزيره. فبدا كيهرس في النخل بداك الصباط ديال التزلج وبدا يصايب المركب ديالو، ولا كيعرف يحسب الشهوره اللي فيهم المد والجزر والرياح القويه باش يختار افضل وقت للابحار. في الليل كيكون خدام على المركب ديالو وكيقول لويلسون بلي ما عندوش حل اخر من غير فكره المركب ديالو تنجح، وباللي ما باغيش يموت في هالجزيره بوحدو وهو كيهضر مع كوره. فكيطلع ليه الدم وكيلوحو. شويه كيحس بتأنيب الضمير وكيبقى فيه وكينوض باش يقلب عليه، فكيبقى يعيط عليه حتى لقاه وطلب منه السماحه.
الغد لي كيكون تشاك كيوجد في المركب ديالو وكيكون باقي محتفظ على ديك الكرتونه اللي كان ما باغيش يحلها حيت كانت كتعطيه الامل باش يرجع لدارو وباللي ممكن يجي واحد النهار وصل الكرتونه لمواليها. من بعد كيمشي يكتب على واحد الصخره باللي دوز فيها الجزيره 1500 يوم وباللي قرر يهرب من الجزيره. فكيشد الطريق كيبدا الرحله ديالو هو وصاحبه ويلسون حتى لواحد اللحظه كتجي واحد الموجه عاليه وهنا طلق الشراع باش يعاونوا البرد وفعلا كينجح باش يتعدى الموجه. وهنا بدا كيشوف الجزيره وهي كتختفي من قدامه. تشاك كيكون موجد الخاوي ديال الكو وكيخبيه باش يشرب منه ومره كيهبط يصيد ما ياكل. واحد النهار جات واحد العاصفه خطيره وطيرات الشراع. من بعد ما كتسقى العاصفه كينعس وفاش كيفيق ما كيلقاش ويلسون فبدا كيعيط عليه وهو يلقاه بعاد من المركب. فتلاح باش يجيبو لكن خاف المركب يبعد عليه فكيبقى يغوت ويعيط عليه وهو في قمه الحزن. فكيودعو وكيتاسف ليه حيت ما قدرش يعتقو فبقى كيبكي ويتاسف حيت ما قدرش يعتق صاحبه. في واحد النهار دازت من حداه واحد الباخره كبيره ديال السلعه واللي كتكون هي السبب في النجاه ديالو. وهنا كيلي مارتو كتسيق الخبار وكتعرف بلي راجلها تشاك مازال عايش فغيبات بالصدمه. من بعد كدوز 4 شهور كيكون تشاك رجع لشكله الطبيعي. من بعد كيوصل تشاك للمطار وكتكون محتفله به شركه فيديكس. واحد اللحظه دخل عنده راجل كيلي جديد وقال ليه بلي كيلي كتصاحبك متي وهي دابا راه مصدومه وطلب منه السماحه ومشى. فكيطول تشاك من الشرجم وكيشوف مرتو كتبكي وما عرفاش كيفاش تصرف في الموقف اللي هي فيه. وكيديروا لتشاك واحد الحفله صغيره وكيكونوا كاع صحابو والناس اللي كانوا خدامين معاه. وفاش كتسالي الحفله كيشوف تشاك الكميه الماكله اللي قدامه والبريكه اللي كتشعل العافيه بسهوله. وهنا بدا كيقارن بفين كان وفين كاين دابا. واحد الليله مشى عند كيلي للدار وقال ليها بلي جيت لعندك باش نعطيك المكانه ديالك ونمشي. المهم دارت هضره طويله بيناتهم. من بعد كديه الكراج وكتوريه الطوموبيل ديالهم وبلي ما قدرتش تبيعها وعطاتها ليه وهو غادي في حاله وهي تعيط عليه باش تمشي معاه لكن كيقول ليها بلي خاصها ترجع لدارها ولعائلتها. فكيودعها وكيمشي لعند صاحبو سطان وكيبدا يعاود ليه على الايام اللي دوز في الجزيره وباللي واحد النهار قرر باش ينتحر. فطلع فوق واحد الشجره عاليه ودور الحبل على عنقه لكن الشجره ديال الشجره تهرس وتما عرف بلي ساعته مازال ما وصلات وبلي خاصو يعيش ويكافح كثر وكثر. من بعد كيقرر باش يوصل ديك الكرتونه لمواليها وفاش كيوصل العنوان اللي في الكرتونه ما كيلقى حتى واحد. فكيخليه حدا الباب وكيكتب واحد الرساله مضمونها بلي هاد الكرتونه هي اللي نقداتو حيت كانت كتعطيه الامل في الحياه وباللي غيجي واحد النهار وغيوصلها لمواليها. فكيخليها قدام الباب وكيمشي.